المتحف ده بتاعنا بس المسيحيين ملهمش فيه. كلام شفناه انتشر بشكل غريب على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر من ناس غريبة معرفش بتفكر ازاي، على اساس ان المتحف المصري هو فقط لأجداد المسلمين فقط من المصريين، وان المسيحيين بتوع مصر ملهمش اجداد مثلا معانا، ما بيشاركوناش الحضارة، ما بيشاركوناش اي حاجة فيها. مصر يا جماعة هي خليط من كل انسجتها، كل اطيافها، كل اديانها، كل ابنائها يمتلكوا الحق في كل حاجة فيها. الحضارة ديت حضارة اجدادنا كلنا، جدي وجدك وجده وجد المسلم وجد المسيحي وجد كل شخص مصري. احنا بنفتخر بالحضارة ديت، والمفروض ان احنا ما نضايقش بعض وما نقولش كلام جارح اصلا. عيب علينا وعيب على اي حد يقول حاجة زي كده. مصر هي بلدنا كلنا بنتشارك كل حاجة فيها. مش المفروض اي حد يرمي اي كلام عنصري او بالشكل الجارح دوت لاي حد. شريك للوطن، شريك في الاخوة، شريك في كل حاجة في بلدنا الغالية مصر. تحياتي للجميع.